يا جدع هتروح من ربنا فين يا عم؟ لا مش هكسبه يا اسطى بعد اذنك. جاي منين؟ انا جاي من الشغل. سحبت فلوس قد ايه بس؟ تعالى قول لي. والله ده بشوف المرتب نزل ولا لا. انا عايز اكسبك معايا 50 يورو. احنا بنعمل فوازير رمضان تبع برنامج طبطب سن. اللي هيحل الفزوره معانا هياخد 50 يورو. بس لو انت خدت ال 50 يورو دولت هتحولها مصر، هتعمل بيها ايه؟ برا بيهم دلوقتي اكيد في رمضان هطلع حاجه لله يعني. جاهز تسمع الفزوره؟ حاجه في الارض خضراء، في السوق سودا، في البيت حمراء، ايه هي؟ الاناناس بيبقى قلب على برتقاني شويه لما بيستوى خالص. طماطم يا عم احمد، ده احنا بنقول عليك ملك التذاكر. طب ما ناجل السؤال بعد الفطار. بطيخ. شكلك صايم باين عليك. الشاي. لا ده سهل قوي كده، ما كنتش متخيل ان انت تعرفها بسرعه كده. يعني الناس هتشوفنا دلوقتي هيفكروا ان انا وانت متفقين. هي مش مستاهله بصراحه يعني. انت هتديني رقمك، هيجي لك على البرنامج في خلال نص ساعه هيجي لك 50 يورو ان انت كسبته. هتكسب معانا 50 يورو تبع برنامج طبطب سن لو حليت الفزوره دي. تعمل بيها ايه لو كسبتها الاول؟ اطلعها لله. هحولها لاهلي ولا اي حاجه يعملوا يعني 50 يورو. الفزوره بتقول حاجه ليس لها ابواب ولا نوافذ وبتتاكل وبتتقشر، ايه هي؟ حاجه لونها ابيض. محدش فيكم ناوي يكسب؟ لا مش الكيوي. بطاطس. بطيخ. تفاح مثلا. بسيطه خالص يا جماعه، ازاي مش عارفين؟ لونها بيبقى ابيض ولونها بني. ابيض وبني اللي بيتاكل وبيتقشر اكيد البيضه. سهل قوي كده. سهل طبعا. ماشي انت كده كسبت معانا ال 50 يورو دول. هتديني رقم التليفون بتاع حضرتك وهنحول لك ال 50 يورو على حساب طبطب سن. هتنزل البرنامج هتحط كود ان 20 هتاخد 20 يورو مع اول تحويل، وانت بعد كده ممكن تحولها مصر. يعني انت لو بتحول 30 يورو هيوصلوا في مصر 100 يورو كامله. مع طبطب سن مفيش حد خسران. هتستعمل كود ان 20 على اول تحويل هتاخد 20 يورو هديه.